هتسمعوا دلوقتي مش قصة رعب عادية، دي تجربة حقيقية لشخص اتعلق بين الحياة والموت، بين الجوع والافتراس، في مكان محدش خرج منه قبل كده إلا هو بس. هل فعلا خرج ولا جزء منه لسه هناك؟ خليك معايا، وياريت قبل ما نبدأ تدوس اللايك وتشترك في القناة، لأنك داخل على قصة ممكن ما تخرجش منها زي ما دخلت. كنت أول الليل وفي نص الطريق لما تهت بالعربية بعد ما التليفون فصل. الطريق كان مقطوع والجو برد بطريقة تخوف. حاولت أصلح العربية بكل الطرق، مفيش فايدة. عدت ساعة ورا ساعة ومفيش أي عربية عدت عليا. الليل دخل عليا، السما اسودت وبدأت أسمع أصوات مش مفهومة. ما كانش قدامي حل غير إن أتمشى شوية، يمكن ألاقي بنزينة أو أي نور. وأخيرا لمحت نور بعيد. وصلت قدام بيت شكله غريب، في عربيتين راكنين باين عليهم من سنين. خبطت على الباب، فتح لي راجل عجوز، نظرة عينه ما كانتش مريحة. قلت له أنا آسف، تهت وعربيتي عطلت. قطعني وقال لي بصوت مبحوح اتفضل ادخل، الجو بره ساقع قوي. دخلت ولقيت المكان من جوه شبه مطعم صغير، وفي ست عجوزة واقفة ساكتة بصالي من غير رمشة عين. الراجل قال لي اتفضل احكي لي ايه اللي حصل. قعدت وحكيت له. خد مني التليفون وقال هيشحنه، وبعدين قال هترتاح عندنا الليلة والصبح أكلم لك ميكانيكي. في اللحظة دي دخلت الست العجوزة بهدوء غريب، ووش مفيهوش أي تعابير، وفي إيديها صينية فيها طبق شوربة وجواها حتة لحمة مسلوقة. وحطت الصينية على الترابيزة وبصت له وابتسمت ابتسامة سريعة، وبعدها راحت وقعدت على ترابيزة تانية. الراجل العجوز قال لي اتفضل بالهنا والشفا. شكل الأكل كان مريب وشميت منه ريحة غريبة ما قدرتش استحملها. قلت للراجل شكرا أنا مش جعان. في اللحظة دي دخلت بهدوء بنت عندها حوالي 15 سنة، بتمشي بخطوات بطيئة وابتسامة هادية، ماسكة في ايديها حبل صغير. وقربت بهدوء مني ومسكت جنبي بشكل ملفت، وفضلت بصالي، وبعدين بصت على الأكل وقربت مني وقالت لي مش عايز تاكل ليه؟ دي آخر حتة لحم عندنا. الراجل العجوز قال لها ما تخوفيش الضيف يا كرمة، مش نايمة ليه؟ قالت بصوت غريب جعانة. وفجأة خطفت حتة اللحمة من الطبق بشكل غريب وحطتها كلها في بقها مرة واحدة، وكلتها من غير ما تشيل عينيها من عليا. وبعدين مسحت ايديها في شعرها الطويل وابتدت تمسك دراعي. في اللحظة دي الراجل العجوز مسكها ودخلها جوه، ولما رجع قال لي أنا آسف جدا، هي بس تعبانة شوية، اتفضل هوريك أوضتك. قمت معاه، والست العجوزة زي ما هي، ولا بتتحرك ولا بتتكلم ولا بترمش حتى. دخلت معاه جوه أوضة تصميمها غريب أشبه بسجن، وسرير صغير عليه فرشة متغطية بالتراب، وبطانية خفيفة ما تدفيش من برد. كل لحظة بتعدى عليا في المكان ده بتوتر وقلبي بيتقبض. المكان ده مش طبيعي. نفضت الأوضة على قد ما قدرت وحاولت أنام. عدى أكتر من ساعة مش عارف أنام. فتحت شباك الأوضة، ولما سمعت الراجل العجوز بيتكلم في التليفون وكان موطي صوته ما قدرتش أسمع غير وهو بيقول
3 عربيات، 2 عندي وواحدة على أول الطريق، هستناك الصبح بدري. في اللحظة دي سمعت صوت همسة على باب الأوضة من بره. قربت بهدوء من الباب وحطيت ودني على الباب وحاولت أسمع. أخيرا الست العجوز اتكلمت، سمعتها بتقول: كارما بتعملي ايه؟ ردت عليها كارما: جعانة ومش قادرة. الست قالت لها: قلتلك مش قبل الفجر، لازم جدك يروح يأمن المكان الأول. بعدها سمعت صوت الست العجوزة بتتألم وبتقول: يا مسعورة هتاكلي ايدي. بعدها قالت كارما بتهديد: لو جعت اكتر من كده هاكلك انت وجوزك وهحلي بيه. اترعبت واتنفضت من مكاني من اللي سمعته. مستحيل، من اول ما شفتها وانا قلت البنت دي ملعونة وفيها حاجة مش طبيعية. عينيها اللي داخلة لجوه، جسمها النحيف، ومشيتها الغريبة، ووشها الباهت، وأسنانها الغريبة. ازاي ما خدتش بالي؟ استنيت لحد ما خلصوا كلامهم وصوتهم اختفى، وسمعت صوت خطواتهم بتبعد عن الأوضة بإيدين بتترعش. فتحت باب الأوضة بهدوء ورعب، والرعب كان مسيطر عليا. بصيت في الطرقة بحذر، لمحت الست العجوزة داخلة أوضة وهي بتربط ايديها المتعورة بقطعة قماش قطعتها من الهدوم اللي هي لابساها. ولمحت كارما وتدخل أوضة تانية وهي بتلحس الدم اللي على بقها بلسانها. مشيت في الطرقة بهدوء ونزلت السلالم على أطراف صوابعي وأنا بتنفض من الخوف. وأخيرا نزلت، بدأت أتلفت وأدور على باب الخروج. بمجرد ما لمحته لسه هتوجه عليه علشان أهرب، لقيت الباب بيتفتح من بره بإيدين الراجل العجوز. استخبيت بسرعة، وكانت أقرب حاجة جنبي هي باب الأوضة. دخلت فيها بسرعة وقفلت ورايا من غير ما أعمل أي صوت. وبعد ما اتأكدت إن ما أخدش باله مني ولا حس بيا، سمعت خطوات رجليه لسه بره، ما طلعش فوق ولا اتحرك من مكانه. ومش هعرف اتحرك ولا اطلع غير لما يتحرك من مكانه. الهدوء سيطر على المكان كله، وبقيت سامع صوت نفسي وضربات قلبي اللي بتزيد من كتر الخوف والرعب. وبعد ثواني من الصمت بدأت أشم ريحة مقرفة مش طبيعية. بصيت حواليا في الأوضة، مفيش حاجة غريبة. الريحة كانت جاية من عنده دولاب صغير في الأوضة. قربت منه بهدوء وفتحته ولقيته فاضي. بصيت وراه، لقيت باب يودي على مكان تاني. فتحته بهدوء وخوف. بمجرد ما فتحته الريحة زادت أضعاف. حطيت إيدي على مناخيري من كتر بشاعة الريحة، بس اللي شفته كان أصعب مليون مرة من اللي شميته. عينيا وسعت وبقي اتفتح وجسمي كله اتنفض من بشاعة اللي شفته. شفت عشرات البرطمانات فيها مادة سائلة جواها عيون بشرية وأعضاء بشرية ودم ناشف مغرق الأرض، وجبل صغير من العظم وعظام كتير متعلقة في سقف الأوضة، وصور كتيرة متعلقة على الحيطة. كل شخص له صورتين، صورة وهو داخل من قدام البيت بالكاميرا المتعلقة بره البيت، وصورة تانية فيها كارما بتضحك وهي ماسكة دماغ الضحية وهو غرقان في دمه. عشرات الصور لعشرات الضحايا، وصورة فيها كارما وهي صغيرة ومعاها أمها في مراحل كتيرة من عمرها. رجعت بصيت للبرطمانات، لقيت وش أمها موجود جوه برطمان كبير مليان سائل. وآخر صورة كانت موجودة صورتي وأنا داخل بيتهم امبارح.
في اللحظة دي سمعت صرخة جامدة قوي، كان صوت كارما. بعدها اتنفض الراجل العجوز وقال بصوت عالي: في ايه؟ قالت كارما بجنون: مش في الأوضة. العجوز رد عليها وقال: وما خرجش بره البيت. ردت عليه كارما: ومش هيخرج، جعانة. وبدأت أسمع أنفاسها المجنونة زي حيوان مفترس. بعدها قالت: اطلع وهاكلك بسرعة، محدش بيدخل هنا ويخرج. سمعت صوتها وهي في نص البيت، وصوت أنفاسها وخطواتها مال المكان، وصوت أبواب الأوضة عمال بتتفتح وتتقفل. حسيت بالموت. لما سمعت الأوضة اللي أنا فيها بتتفتح، سمعت صوت الدولاب بيقع على الأرض، وسمعت صوتها وهي بتلهث زي حيوان داخل يهجم على فريسته. في اللحظة دي بمجرد ما دخلت الأوضة ضربتها بعظمة كبيرة على دماغها، ضربة جامدة فتحت دماغها والدم نزل من دماغها. ورغم كده وهجمت عليا بإيديها واسنانها على وشي كأنها أسد. ضربتها ضربة تانية أجمد من الأولى وزقتها جوه الأوضة وجريت على بره والدم بينزف من وشي. فتحت باب البيت وجريت بره وفضلت أجري وأجري من غير ما أبص ورايا. ما حسيتش بنفسي ولا عارف جريت قد إيه لحد ما وصلت الطريق. وقعت من طولي على الأسفلت، معرفتش عدى قد إيه لحد ما عربية وقفت وأخدوني معاهم. فتحت عيني لقيت نفسي في نهار تاني يوم جوه المستشفى، وفي ضابط قاعد على كرسي جنب السرير اللي أنا نايم عليه، وسألني وحكيت له كل اللي حصل، وخلاني وصفت له المكان وجهز قوة كبيرة ورحنا المكان. ولما وصلنا ودخلنا البيت وبعد تفتيش البيت كله، كارما ما كانتش موجودة، وكانوا موجودين الراجل العجوز والست العجوزة، قصدي اللي اتبقى منهم. ومن ساعتها وانا ما بقتش زي الاول، مش بعرف انام، مش بعرف اكل، مش بعرف اعمل اي حاجة، ولو نمت بصحى مفزوع على صوت كارما وهي بتقول جعانة. وبكده خلصت حكايتنا. ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس. انتظرونا في الحكاية الجاية.